أنا لفت نظري خبر الأسبوع الماضي بعد مباراة كأس السوبر، و وأنت رئيس تحرير صحيفة الماركة، أعتقد في خبر أن معاناة رونالدو لم يعاني مع فريق أمام فريق مثل الهلال في تاريخه، صحيح؟ صراحة هذا إحباط كبير. رونالدو كما تعلمون اللاعب الذي يريد الفوز بالألقاب، لاعب تجري في عروقه لرفع الألقاب والفوز والتسجيل، لكن يعني وصل مثل ما يقول وصل البير لكن لم يشرب، وهذا للمرة الثانية يعني خسر نهائيين في تقريبا في 3 أشهر، وهذا ما الذي جعل البيت النصراوي يغلي الآن صراحة. ورونالدو ليس سعيدا مؤخرا، خاصة بعد خسارة الكأس والنهائي، خسارة حركاته كما شاهدتم التي كانت تحت الكاميرا لم تكن مباشر. هو تقريبا ليس اللاعب فقط، هو لديه مسؤولية في النادي، لأنه هو صورة النادي النصر وصورة الكرة السعودية بصفة عامة. يريدون إنشاء مرة أخرى نادي آخر، لأن رونالدو ليس فقط رونالدو، حتى الجماهير النصراوية نعلم ليست راضية، لأن خسارة أمام من؟ أمام الغريم، أمام الهلال، وهذا قد يؤثر كذلك على بقية الموسم. وهذا صعب أن ترجع المياه إلى مجاريها في البيت النصراوي داخل النادي.